ما سمعناش قبل كده عن حد مش عايز يبقى سعيد وفرحان، بس كتير من الناس بيبحثوا عن السعادة في حاجات مادية مش ممكن توصل لسعادة أبدا. على عكس كل الطرق التقليدية، جبنا لك النهاردة خطوات عملية مدروسة ومثبتة علميا عشان تبقى سعيد في 8 نصايح بس. في محاولاتك الأولى للبحث عن السعادة، دور على حاجة تعملها تشغل بيها كل حواسك ال5. على سبيل المثال، ممكن تبني حاجة أو تطبخ الغداء بنفسك. عقل الإنسان بيحس بالنشوة لما كل الحواس تشتغل في نفس الوقت. خد بريك من السوشيال ميدياز وزود نصيب التواصل الاجتماعي الحقيقي في حياتك. اخرج مع أصحابك أو حتى انزل في أماكن عامة ولو لوحدك. المهم إنك تبعد عن المسبب الأول للاكتئاب اللي هو الوحدة أو الانعزال. أحد أهم أشكال التواصل الاجتماعي هي مساعدة الآخرين. لما تساعد حد في حاجة هتحس بفرحة غير طبيعية حتى ولو الحاجة مش مهمة. في دراسة اتعملت في جامعة لويسفيل أثبتت إن الأشخاص اللي بيقدموا المساعدة على مدار اليوم بيتحسن مزاجهم بنسبة 60% على الأقل. تجنب الأكل وحيدا. زي ما أشرنا قبل كده إن الوحدة هي المسبب الأول للاكتئاب، الأكل خصوصا بقى احرص إنك ما تاكلهوش لوحدك. جرى العرف في أوساطنا إن العائلات بيتناولوا الطعام مع بعض مجتمعين، الشيء اللي بيترسخ في عقلنا الباطن وبيسبب ضيق غير مبرر لما تاكل لوحدك. النصيحة الذهبية لعلماء الاجتماع هي تجنب التفكير إطلاقا فيما يفكر الآخرين وفي طريقة فهمهم لكلامك. الأسلوب ده بيتبعه الكثيرين بالفطرة، في حين إنه منهك جدا للعقل وبيخلق مجال للشكوك والافتراضات اللي بدورها قادرة على إزعاجك. أحد أحدث التقنيات المتبعة للشعور بالقناعة والرضا واللي هتوصلك بعدها للشعور بالسعادة هي إنك كل فترة تقعد في هدوء وتكتب قائمة بالنعم اللي موجودة في حياتك دلوقتي. الطريقة دي مثبتة علميا وهتخليك تشعر بإن حياتك جنة، وهتخليك تاخد بالك من نعم كتير كنت غافل عنها. ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم بترفع من نسبة هرمون السيروتونين، الهرمون المسؤول عن سعادة الإنسان، بشكل ملحوظ جدا، وكفيلة إنها تخرج أي طاقة سلبية جواك. عشان كده حافظ على 10 دقايق من الرياضة في يومك على الأقل. شرب المية بكميات كبيرة على مدار اليوم بيحافظ على هرمون السعادة في مستوياته المعتدلة. النوم، وإن كان بيعتبره البعض وسيلة للهروب من الواقع والغوص في قوقعة الانعزال، إلا إن الحصول على قسط كافي من النوم هيسهل عليك مهمة الحصول على يوم سعيد. فلو ناوي تبدأ مهمة البحث عن السعادة بكرة، احرص إنك تاخد مش أقل من 8 ساعات من النوم النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش زيارة موقعنا www.forgadu.tk.